السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهاردة هعمل لكم جولة كده سريعة في شارع بين الحارات. انا بقالي كتير طبعا مصورتش معاكم مشروعات، بس يعني هنبتدي كده نصور تاني ونرجع لمشروعنا تاني بإذن الله، وإن شاء الله الموضوع يستمر والدنيا يعني تستقر كده في الأسعار. هنا جولة سريعة كده في شارع بين الحارات، أقول لكم عن الأسعار يعني الجديدة وكده. هنا عندكم المقرمشات بأنواعها، جميع المقرمشات عاملة 60 جنيه. كل أشكال المقرمشات، ودوت السوداني الكيلوهات كده المتغلف عامل 100 جنيه الكيس دوت. فاكرين كنا بنجيبه بكام زمان؟ كنا بنجيبه ب37 جنيه أول ما بدأت مشروعي. هنا اللبناني عامل 250 الكيس ال5 كيلو، اللي هو اللوتيس اللي كنا شغالين فيه برضو، عامل 250 جنيه. وهنا الشوكولاتة الحجارة والملبسات بأنواعها وأشكالها، يعني كل حاجة موجودة، وزي ما تعودنا كل حاجة بنروح نلقاها. يعني الشغل كتير والأفكار كتير، بس الأسعار هي اللي معطلة الدنيا. يعني ربنا يرحمنا من الغلاء اللي احنا فيه يا رب بإذن الله. الشارع فيه ألف صنف وصنف، وزي ما انتوا شايفين المارشميلو دوت الكيس ده ب50 جنيه. المارشميلو من الحاجات الجميلة جدا، الأطفال كلها مقبلة عليها. كل الملبسات المغلفة ديت، المصاصات، الفول السوداني، اللب بأنواعه. زي ما انتوا شايفين الخامات كتيرة وجميلة جدا، بس عايزة ايه؟ يعني عايزة أفكار كتيرة كده، الواحد يفكر بقى ويشغل مخه. وده الملبس عامل 80 جنيه الكيلو. يعني كل حاجة رفعت زيادة غريبة غريبة، ربنا يعافينا يا رب. عامل الكيلو 80 جنيه، أي نوع من الأنواع دي ب80 جنيه. هنا زي ما انتوا شايفين المقرمشات، النوجة، الفول السوداني، اللبناني، كل حاجة موجودة زي ما تعودنا. و... وربنا ييسر لنا الحال كلنا يا رب إن شاء الله. أنا ابتديت يعني كده، ابتدي يعني بداية بسيطة على قدي. ابتديت كده، هبتدي بجردل شكوبون. جبت جردل من الشكوبون عامل 60 جنيه الكيلو. يا جماعة فاكرين كنا بنجيبه بكام؟ كنا بنجيبه ب25. يعني هبتدي بيه وإن شاء الله ربنا ييسر الحال. ادعولي كده استمر بقى، ما اقطعش تاني، لان عندي خامات كتيرة جدا جدا، فقلت ابتدي تاني واستغل الخامات اللي عندي ديت اشغلها وربنا يصلح الحال ان شاء الله. الشوكوبون زي ما انتوا عارفين احنا بدأنا مع بعض وعبيناه في اكياس زي كده، الاكياس الصباع والعلب، العلب السي ديت. وهعبيه برضو في علب وهعبيه في أكياس، بس مش هينزل بنفس السعر. يعني استحالة نبيع بجنيه زي ما كنا بنبيع، فاكرين كنا بنبيع بجنيه؟ استحالة هينزل بنفس السعر. العلبة ديت أنا هنزلها للتاجر هيبيعها ب3 جنيه. العلبة لوحدها متكلفة عليا مبلغ جامد، يعني العلبة فاضية لوحدها. يعني انا ما حسبتش تكاليف بصراحة، بس انا حبيت اعرفكم ان انا بدأت تاني، وما تيأسوش، ما تزهقوش وان شاء الله تلاقوا افكار جديدة في شارع بن حارات، في حاجات على قد الايد. يعني 200 جنيه هتجيبي بيهم خامات وهتشتغلي بإذن الله. يعني انا حابة ان اعرفكم ان انا بدأت تاني و... والناس اللي وقفت شغل تبتدي وربنا يرزقها بإذن الله.